في ناس بتخاف تعمل الزيتون العزيزي في البيت علشان بيبقى يطلع معاها مر وكمان لونه بيبقى غامق. بس المرة دي هتخللي الزيتون بطريقة بسيطة وهتخليه زي بتاع المحلات بالظبط، من غير لا تكسريه ولا تشقيه، وهيفضل معاكي مقفول وجميل والطعم بجد روعة. تابعي الفيديو معايا خطوة بخطوة عشان تعرفي ازاي تنزلي منه المرارة وتسرعي كمان من عملية التسوية بتاعته. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. معايا 2 كيلو من الزيتون. بدأت كده اجيبهم وانضفهم كويس قوي واشيل منهم اي زيتونة تكون بايظة عشان ما تبوظش معايا الزيتون. واهم حاجة اشيل العنقود اللي بيبقى في الزيتون ده يا بنات، لان انا لا هشقه ولا هكسره. تمام. الزيتونة بتتخلل من مكان العنقود كده. نبدأ ناخد الزيتون ونغسله كويس قوي زي ما انت شفت كده، ونبدأ بقى نعمل ايه اهم حاجة علشان ننزل المرارة منه. بنقعه في حبة ملح. تمام. اهو ابدأ احط الملح كده واغلف كل الزيتونية بالملح. اهم حاجة معايا البولة تحت اهي فيها كان حبة مية مكان الغسيل، هكبهم وابدأ بقى انقع الزيتون بتاعي في الملح. انقعه قد ايه؟ انقعه من الصبح لاخر النهار او من بالليل للصبح. تمام. بدأت غلفته بالملح اهو، هغطيه بقى كويس كده عشان ما يتأكسدش معايا، ما دخلهوش بقى اي هوا من بعد ما احط عليه الملح. تمام. اغلف كده الزيتون بالملح. انا حطيت حوالي كوبايه يا بنات، ده ملح خشن. الزيتونه هتاخد الملح بكفايتها اللي هي عايزاه وتنزل المراره اللي فيه، وهتلاقي بعد كده الزيتونه عليها شويه ملح كده. لو الملح ناعم تمام مش هتلاقي ملح، عشان انا حاطه حاطه ملح خشن. هسيبه من بالليل للصبح. تمام. تعالي شوفي بقى انزل الميه ازاي في كام اهي، شايفه الزيتونه هتلاقي فيها كده يعني نزلت، شايفه المراره دي؟ الميه بقى دي مراره الزيتون اللي بيبقى فيها. دي بقى زي كأنك شوفي لما بتيجي تعملي مربى بتحط السكر على الفاكهه، مش بتنزل العسل بتاعها. الزيتون بقى هينزل المراره بتاعته. بعد ما تخلصت من المية او المرارة اللي نازلة من الزيتون، هنبدأ نكب المية دي ونجيب بقى الزيتون بالملح اللي فاضل عليه في قلب البولة دي. تمام. وبعد ما حطيت الزيتون بالملح كده، بصراحة أنا قلت بقى أجرب حاجة مختلفة المرة دي. جبت مية سخنة مش بتغلي، مية سخنة يا بنات، ضفتها على الزيتون عشان أساعد المرارة تنزل أسرع وأحسن. والخطوة دي بتفرق جدا جدا، خصوصا لو انت مستعجلة في التخليل وعايزة الزيتون يبقى جاهز بسرعة. تمام. حطينا عليه مية سخنة مش بتغلي بكمية الملح اللي كانت عليه. تمام. بعد ما كبينا الميه اللي نازله او المراره اللي كانت نازله من الزيتون، شايفين ميه الزيتون بيضه ازاي؟ اوعي تكون غامقه وتحط عليها الميه دي. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها، هنغير عليها الميه دي حوالي يومين. لونه اتغير تماما، ده من الميه السخنه اللي احنا حاطينها. شايفه الزيتونه بتلمع ازاي وزي كانها داخله في التسويه او في التخليل. انا عملت حاجه بسيطه جدا بتخليه بقى لونه يفتح تاني معاكي، هو ان هغير الميه واضيف كل شويه في الميه ايه؟ ملح وخل وعصير ليمون. تمام اهو. هنغير الميه، هتغيبي يومين تغيري عليه، وكل مره بتجددي الميه وتحطي لها ملح جديد. يعني بحط حوالي لتر ميه بحط له معلقتين ملح وربع كوبايه من الخل وعصير ليمونه كبيره كده زي ما انت هتشوفي. هقعد يومين اغير ميه وخل وليمون. تمام. ميه وخل وليمون وملح. بغير قد ايه؟ بغير يومين. معلش الزيتون العزيزي بيغلب شويه بس النتيجه بجد حلوه. تابعي معايا الفيديو للآخر، ولو لسه أول مرة بتشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. شايفة أنا غيرت المية وحطيت ليمونة كبيرة أهي بمقام ليمونتين 3 من الصغيرين أو الوسط، وحطيت ربع كوباية من الملح ومعلقة ربع كوباية من الخل ومعلقتين ملح. شايفة الزيتونة لونها فتح ازاي؟ وكأنها بصي اتخللت وهتتاكل. ما تخافيش مش هتطرى معاكي، أنا بوريها لك أهي. تمام. مش هتطرى معاكي من الخل أو الملح. غيري عليه يومين، وبعد يومين تعالي بقى نتأكد ان المرارة خلاص راحت. نبدأ بقى في مرحلة التخليل بقى الحقيقي. هنكب بقى المية ديت ونتخلص منها تماما. وتعالي نحط بقى الزيتون بتاعنا ونحطه في البرطمان نضيف، ونبدأ نحط عليه بقى التحابيش بتاعتنا اللي نحطها. كان عندي هنا جزر مفرزاه، وطبعا زي احنا متعودين دايما كل كيلو زيتون بياخد نص كيلو ليمون. تمام. انا معايا هنا 2 كيلو زيتون حطيت عليه كيلو ليمون.
نصه قطعته كده والنص التاني انا عصرته. حطيت كام قرن من الفلفل، ده اختياري لو بتحبيه حراق. فلفل اخضر وكمان فلفل احمر انا كنت مفرزاه. حطيت حوالي بما يعادل ربع كيلو برضو، وحوالي 4 معالق من العصفور ومعلقتين كبار من حبة البركة. ونبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه. تمام. يبقى حطينا جزر، حطينا عصفور، حطينا حبة البركة، فلفل حامي حراق احمر، وقرون كده خضر لو انت حباه. ونبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه. هتلاقي لونه جميل وفتح وما شاء الله عليه. نبدأ نقلب كده اهو. نغلف كل حباية زيتون بالحاجات اللي احنا حطيناها دي. طريقة سهلة وبسيطة، وبتكون أسرع في التخليل، وبتكون أضمن كمان، وبتنزلي منه المرارة. شايفة أنا بوريكي الحتة اللي هي الزيتونة بتشرب منها التمليحة أو التخليل اللي احنا بنحطها، هي الزيتونة دي. قصدي هي النقطة اللي هي مكان العنقود ده. تمام. لا بتشقيه بقى ولا بتكسريه. نبدأ نجيب برطماننا كده معقم حلو قوي. الزيتون العزيز يا بنات مش شرط يكون تكبسي بقى البرطمان. انا هنا معايا 2 كيلو زيتون، طبعا مش هياخد البرطمان ده كله. هنبدأ الأول نحطه في قلب البرطمان كده أهو. تمام. ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا وتخليله سهل وزي التفاحي وأسهل كمان. وهو ممكن تاكليه بعد شهرين. لو انت ما انتش عايزه تاكليه بعد شهرين وتسيبيه حتى رمضان، لحد رمضان اللهم بلغنا رمضان، تحطيه من غير ما تحط عليه ميه سخنه. اعملي نفس الخطوات دي من غير ما تحط عليه الميه السخنه. الميه السخنه هدفي ان اسرع من عمليه التسويه او التخليل بتاعه، وفي نفس الوقت انزل المراره منه. انا هنا حطيت قدامكم الليمون اللي انا عصرته. تعالي بقى نعمل محلول اللي احنا التخليل اللي احنا هنحطه على الزيتون بتاعنا. انا معايا هنا لتر ونص من الميه. كنت غلياها وسايباها تبرد على جنب. حطيت لها كوبايه من نص كوبايه من الملح. لكل لتر ميه نص كوبايه من الملح. تمام. ومعلقه من السكر. بما ان بقى هنعمل البيضه كده، والبيضه هتلاقيها غطست لتحت كده. تمام. يبقى عايزه ملح. هنبدا نحط حوالي ربع كوبايه من الملح. اول ما البيضه كده تطوف على وش الميه يبقى الملح بتاعك مظبوط. شايفه؟ بما ان عامله لتر ونص من الميه هتاخد كوبايه الا ربع من الملح. حطيت نص كوبايه وبعدين حطيت تاني ايه، حطيت حوالي ربع كوبايه كمان. يبقى اخدت كوبايه الا ربع من الملح. لتر ونص من الميه مفلتراها كويس. حطيت لها معلقه من السكر، كوبايه الا ربع من الملح. وبدات احطها على الزيتون بتاعنا زي ما انت شايفه كده. تمام. طبعا البرطمان مش واخد ال2 كيلو زيتون، عايز كمان. حطيت القش اللي انا كنت عصره عصر الليمون بتاعه. تمام. وحطيت كمان نص كوبايه من الزيت. ونبدا نغلف البرطمان بتاعنا كويس جدا. شفت هو سهل ازاي؟ معلش هو بياخد غلبه بس في تغيير الميه. واهم خطوه انك انت تنزلي المراره، انك تحطي ملح في البدايه. بتغلفي الزيتونه بالملح فبالتالي بتنزل المراره بتاعتها. نقفل بقى على البرطمان كويس قوي اهو. تعالي بقى اوريكي الزيتون التفاحي اللي انا كنت مخلله معاكم من قيمه شهر. هتلاقيه هو نفس اللون حاليا. شايفه الزيتون العزيز اللي انا لسه عاملاه دلوقتي؟ هو نفس اللون الزيتون التفاحي اللي انا كنت عاملاه من شهر. ليه؟ عشان سرعت من عمليه التسويه الميه الدافيه اللي انا كنت حطاها. تابع معايا الفيديو الجاي عشان تشوفوا النتيجه بعد ما الزيتون يستوي ويتخلل ان شاء الله. صدقوني هتشوفوا بنفسكم انه يبقى زي بتاع المحلات. ولو اول مره بتشوفيني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام حسناء. دعوه حلوه منكم كده عشان نكمل معايا المشوار. شايفين ما شاء الله؟ هتخلي لي الزيتون التفاحي والعزيزي من غير تعب خالص.